الوقت كان الساعة 10 بالليل، وشتا اسكندرية كان عامل فيها زي العاصفة بالظبط. المطر نزل وكان رعد جامد جدا، والدنيا كانت تقريبا متبهدلة. الشوارع غرقت والكهرباء قطعت، وأي حاجة ما كانتش مربوطة كويس كانت بتطير. وفي وسط المواجع دي كلها، الأستاذ محمد راجل عنده 76 سنة، صحته ما كانتش أحسن حاجة خالص. كان في حالة ورطة كبيرة جدا. هو ساكن في مدينة برج العرب في اسكندرية. فجأة حس إن المية بتنقط من السقف في الشقة. طبعا الراجل مش هيسيب بيته يغرق، فبالرغم من السن والظروف الصعبة طلع السلم بتاع السطح علشان يشوف المشكلة فين ويحاول إن هو يصلحها. بس اللي ما كانش متوقعه إن اللي هيحصل له فوق السطح ده هيكون بداية قصة أكبر بكتير من الورطة اللي هو فيها. أستاذ محمد لما طلع السطح علشان خاطر يشوف المية دي جاية منين ويحاول إن هو يصلح المشكلة، طلع لقى السطح في حالة صعبة جدا. كان مليان زبالة ومليان مخلفات بنا قديمة وأكياس أسمنت متحجرة، رمل كتير وقطع خشب كتير متهالكة، والسطح كان في منتهى الفوضى. وهو من ساعة ما أجر السطح ده من حوالي سنة ونص ما كانش بيطلع خالص. دي كانت أول مرة يطلع فيها السطح، وطلع بس عشان يشوف حل للمية دي ويحاول يصرفها. لكن لما لقى فيه رمل كتير ما كانش عارف يصرف المية من كتر الرمل اللي كان موجود. ابتدى ان هو يشيل الرمل ده شوية بشوية، وهو بيشيل الرمل لقى حاجة كده شبه الجمجمة. بس كان بيحاول يقنع نفسه ان دي جمجمة اي حيوان كان على السطح ومات. بس شوية شوية بيكتشف الأستاذ محمد إن الجمجمة دي جمجمة هيكل بشري. قعد يصرخ ويصوت وينادي على الناس اللي موجودة في العمارة عشان يطلعوا له، لكن للأسف محدش كان سمعه. الدنيا كانت شتا جامد جدا، وكانت الناس قافلة على نفسها بيبانها وشبابيكها، ومحدش سامع حاجة خالص. خد بعضه على طول وما كدبش خبر، وراح جري على اسم برج العرب علشان خاطر يبلغ. وفعلا بلغ على اللي شافه بالظبط. وفعلا رجال الأمن راحوا معاه على البيت على طول، وكان معاهم خبراء من المعمل الجنائي علشان يتأكدوا من الكلام بتاع الأستاذ محمد. ورجال المعمل الجنائي أكدوا فعلا إن الهيكل العظمي ده هيكل بشري، بس كان في حالة تحلل كامل، وده كان واضح إنه مدفون من وقت طويل جدا. وطبعا رجال الأمن سألوا الأستاذ محمد إيه علاقته بالبيت. قال لهم إن البيت ده بتاعه كان شاريه من حوالي 4 سنين، وحكى لهم القصة وقال لهم إن هو كان طالع عشان يشوف المية دي بتنقط منين، واكتشف الهيكل ده. وطبعا رجال الأمن عملوا تحريات كتير على الأستاذ محمد، طبعا لأن هو له علاقة بالبيت والبيت ده بتاعه والجريمة دي حصلت في بيته. عرفوا إن هو راجل كويس ومن عيلة محترمة وأكيد ملوش علاقة بالحادثة دي، وده اللي أكده الجيران. الطب الشرعي أكد إن الجثة دي أو الهيكل العظمي ده كان مدفون بقاله سنين، وده طبعا حط رجال الشرطة قدام علامة استفهام كبيرة جدا. إزاي الجثة دي مدفونة هنا في المكان ده وبقالها سنين، وإزاي محدش خد باله إن الجثة مدفونة، وإن محدش حتى شم ريحتها، والشخص اللي مقتول ومدفون هنا محدش سأل عنه. كل دي أسئلة كانت قدام رجال الأمن. تقرير الطب الشرعي أكد إن الهيكل العظمي ده لولد عنده من 12 ل 13 سنة. واضح إنه كمان كان عنده إعاقة في رجله، واضح جدا من عظم الساق، وإن سبب الوفاة إن الولد اتضرب على راسه ضربة جامدة جدا، لأن العظمة بتاعت الجمجمة كانت متهشمة تماما بطريقة واضحة. وتقريبا الولد ده كان مدفون من حوالي 4 سنين. المعلومة دي ساعدت رجال البحث الجنائي إن هم يحاولوا يوصلوا لحل اللغز، ويبتدوا يفحصوا كل البلاغات اللي كانت تقريبا من حوالي 4 سنين. وبيتفاجئ رجال الأمن بواحد اسمه الأستاذ سالم بيدخل عليهم. الأستاذ سالم ده كان عنده ولد اسمه عادل. قال لهم إن عادل ده اختفى من تقريبا 4 سنين، وكل تفاصيل الجثة تنطبق على عادل ده لأنه فعلا عنده 12 سنة وعنده إعاقة في رجله. عادل كان كل المنطقة بتحبه جدا، خصوصا ان هو كان ولد مش بيعرف يتكلم، كان أخرس يعني ما كانش بيتكلم، فكان كل المنطقة كانت بتحبه جدا وبتعطف عليه. في يوم من الأيام عادل غاب عن البيت، أبوه رجع من الشغل ما لقاهوش. قعد يدور عليه يمين وشمال، فص ملح وداب، لدرجة إن هو راح عمل بلاغ في القسم ولف مصر كلها، محافظات مصر كلها، علشان يدور على عادل، لكن للأسف ما قدرش يوصل له لحد ما فقد الأمل خالص إن هو يلقى عادل. رجال الأمن سألوا عم سالم عن عم محمد صاحب البيت.
قال لهم ده راجل محترم ومالوش دعوة بأي حاجة، الراجل ده في حاله وما كانش له علاقة بأي حد. الراجل ده اشترى البيت من حوالي 4 سنين من ناس كانوا فيه ناس تانية، يعني كان عندهم ولد عنده 16 سنة تقريبا كان اسمه محمد، بس كان سلوكه ما كانش كويس خالص وكان مجرم. والولد ده كان معروف انه بيعمل حاجات مش سوية مع الولاد الصغيرين، كان بيتحرش بيهم دايما وكان بيعمل معاهم حاجات مش كويسة. وقال لهم إن هو كان شاكك فيه وقت اختفاء ابنه عادل، لكن ما كانش فيه أي حاجة تأكد عليه التهمة، فما وجهلوش أي اتهام. بس الولد ده كان معمول له محضر هتك عرض واتحبس فعلا لمدة شهرين، بس خرج لعدم كفاية الأدلة. ولما خرج من السجن أهالي المنطقة كلهم طلبوا إن محمد وعيلته يمشوا من المكان، لأن هم كانوا خايفين على ولادهم من الولد ده. وفعلا عيلة محمد مشوا من المكان خالص وباعوا البيت للأستاذ محمد. بس برضه لحد دلوقتي مفيش أي اتهام ضد الشاب ده، ومفيش أي حاجة بتأكد إن هو له علاقة بالحادثة. بس كان في احتمال كبير جدا إن يكون محمد هو اللي ورا الحادثة دي، هو اللي عمل كده. رجال الأمن بيروحوا بقى لعيلة محمد علشان خاطر يحققوا معاهم ويعرفوا إذا كان محمد له علاقة بالموضوع ولا لأ. ولما ابتدوا يحققوا مع محمد حسوا إنه محمد مرتبك شوية. لما ابتدوا يحققوا معاه قال لهم بصراحة أنا مش فاكر أي حاجة ومش فاكر الولد اللي اسمه عادل ده أصلا. بس ارتباكه ده خلى رجال الأمن إن هم يشكوا فيه أكتر، وابتدوا يوقعوه في الكلام وأقنعوه إن هو عندهم أدلة ضده بتقول إن هو اللي عمل كده، وإن هو فعلا اللي قتل عادل ودفنه فوق سطح البيت. الواد بقى انهار واعترف بكل حاجة وقال ان هو فعلا اللي عمل كده. ان هو بعد ما خرج من السجن المنطقة كلهم قالوا ان هو لازم يمشي هو وعيلته. ومحمد كان عنده وقتها 16 سنة وكانت ميوله الجنسية غير سوية خالص، وطبعا كان بقى مدمن مخدرات وبيشرب بكميات كبيرة جدا. وفي يوم من الأيام شاف عادل واقف في الشارع فتهيأله إن هو فريسة سهلة جدا، فأقنعه إن هو يطلع معاه السطح بحجة إن هما يلعبوا فوق. وفعلا طلع عادل معاه السطح، وأول ما محمد ابتدى يقلع هدومه عادل حس إن في حاجة غلط. بس طبعا هو علشان أخرس مش بيعرف يتكلم ما كانش قادر يستنجد بأي حد. فمحمد قال إن هو حاول إن هو يقاومه علشان يهرب منه لكن ما قدرش. محمد جاب طوبة وقعد يضربه على دماغه لأنه كان خايف إن هو يفضحه ويروح يقول لأبوه، لحد ما مات وقع في الأرض. وابتدى إن هو بقى يجيب رملة ويحط في بقه لحد ما قطع النفس خالص، فدفنه على السطح وحط عليه رمل كتير. وبعد كده نزل وقف في الشارع ولا كأنه عمل أي حاجة. هنا أبو عادل اللي ابتدى يدور عليه ومش لاقيه، ابتدى يدور عليه في الشوارع الجانبية وفي كل حتة هو والجيران. والمصيبة كمان بقى إن محمد المجرم كان بيدور على عادل معاهم، ما كانوش يعرفوا إن هو اللي عمل المصيبة الكبيرة دي. ومحمد قال بعد شوية كده ساب المنطقة هو وأهله ومشوا. وباعترافه ده اتحكم عليه الحكم اللي يستحقه، اتحكم عليه بالإعدام. وطبعا إرادة ربنا فوق كل شيء، ربنا أراد إن الجريمة دي تنكشف بعد 4 سنين، لأن وقت الجريمة محمد كان عنده 16 سنة، فطبعا ما كانش هيتحكم عليه بالإعدام. لكن في الوقت اللي اكتشفت فيه الجريمة كان عنده 20 سنة، فبالتالي هيتنفذ فيه حكم الإعدام. ولأن ربنا كبير ومهما الشر اتخفى الحق لازم يظهر، ورجع حق الطفل البريء اللي حياته اتخذت غدر. وفي الآخر اتقفل ملف القضية، بس وجع القلوب لسه مفتوح. الطفل الصغير اللي ما كانش ليه ذنب راح ضحية إنسان معدوم الرحمة، ورغم إن العدالة خدت حقه بس الحزن فضل ساكن في قلوب أهله وكل اللي عرفوه. القصة دي بتعلمنا درس مهم جدا، إن الشر ساعات بيستخبى في وشوش إحنا متعودين عليها، وإن مهما طال الزمن الحق لازم يطلع للنور. ربنا يرحم الطفل البريء ويصبر قلوب أهله، وينتقم من كل ظالم ظن إن محدش شايفه، بس ناسي إن ربنا شايف وكاشف كل حاجة.